تعالوا اوريكم هاكل الطيور بتاعتي ايه. ده بيتسمى يعني زبالة البيت، يعني مش قصدي نعمة ربنا زبالة، بس قصدي الحاجات ديت بتترمي في الزبالة اللي هو بواقي مكان البصل. تعالوا نشوف كده ادي ايه. بواقي بصل، بصلاية، قشر بيض، شوية رز. دول يعني مين لو انت مش مربي طيور اكيد هترميهم في الزبالة. احنا هنعمل كده، والبواقي دي هنستغلها ان الطيور تبتدي ان هي تاكلها. دي ميزة ان انت تربي فراخ، سواء فراخ بلدي او فراخ هجين زي اللي انتوا شايفين. اي حاجة بتفيض من البيت، انا هقف كده عشان ياكلوا. اي حاجة بتفيض من البيت هو بياكلها. فكرة الفرق بين الفراخ البلدي والابيض. الابيض الدورة بتاعت الفراخ على شهر ونص، لو انت جبتها كتاكيت بتقدر ان انت تذبح منها وتاكل. دي لازم عشان تبيض وتنتج بتقعد في حدود ست شهور. ففي حد ممكن يفضل لك يقول لك لا، انا عايزه انتاج سريع، عايز لحم، عايز فراخ بيضة الدورة اخلص منها شهر ونص. وحد تاني يقول لك طب ما انا بدل انا كده كده مش هاكل علف او هساعد يا دوبك بالعلف، العلف هيبقى مع اكل البيت بدل ما ارميه. فانت ليك حرية الاختيار. حبيت بس اوري لكم الفرق بين البلدي والابيض.